واخيرا، صدقتني دلوقتي لما قلت لك هنمشي المشوار لاخره ومش هسيبك. النهارده اخر نوع من انواع البيانات في بايثون في الصندوق الاساسي. عارف انك حاسس بملل، وحاسس انك لسه في مدرسه وبتسال نفسك هو انا هشتغل على المشروع بتاعي امتى؟ هو انا هعمل الابلكيشن بتاعي امتى؟ طب انا عايز اعمل الموقع بتاعي هشتغل عليه امتى؟ اسئله كتير قوي بتدور في بالك، انا عارف. الموضوع عامل زي مكعبات الليجو بتحاول تركبها فوق بعض علشان تعمل الشكل النهائي اللي انت عايزه. بس انت عارف، لما نبدأ نشتغل على المشاريع هتلاقي الرؤية هتبدأ تبان وتوضح معاك، وهتعرف انك كان لازم تعدي على كل الحاجات المملة اللي احنا بندرسها مع بعض دي علشان نعمل في الاخر برنامج يكسر الدنيا. والنهاردة اخر حاجة في اساسيات بايثون الجزء الاولاني، الست ام كلثوم، المجموعات. ليه احسن سميتها الست ام كلثوم؟ لان الست العناصر بتاعتها ما بتتكررش ومميزة وفريدة من نوعها. تعال نشوف الموضوع ده سوا، يلا بينا. نبدأ بالأول شكلها شبه الديكشنري بالظبط، شعر أفريقي. بس الفرق هنا الكيرلي براكتس لو انت فاكر، تمام. بس الفرق ما بين الديكشنري والست ان الديكشنري كان فيه كي كولون فاليو، صح؟ لا انا مش عايز ده كده، انا بس عايز الفاليو، القيمه اللي انت هتخزنها داخل الست. تعال نشوف شكلها سوا، يلا بينا. انا عندي اهو هقول له ماي اندرسكور ست ايكوال الشعر الافريقي بتاعي، مثلا هحط 1 2 3 4 5. حلو قوي الكلام ده. هقول له اطبع لي print my set. شغل الكود بكل بساطه. طبعا لي تحت ايه اهو، ده شكل الست بتاعتي، ده شكل المجموعه بتاعتي. حلو قوي. طيب عندي بقى حاجه تانية، معلش بس نمسح الكومه دي. تمام، عندي حاجه تانية. لو انا بقى حطيت رقم 5 تاني هنا، بص اهو كومه 5، اطبع كده، شغل الكود كده تاني. طبع لي ايه؟ 1 2 3 4 5. طبع لي ليه بقى الارقام تاني برضو من 1 ل5 بس؟ وليه ما حطش الخمسه التانيه اللي احنا حطيناها؟ لان العناصر بتاعتها لا تقبل التكرار. الست العناصر بتاعتها لا تقبل التكرار. ام كلثوم فريده من نوعها، تمام، وما بتتكررش. فريده من نوعها وما بتتكررش. حلو قوي. طيب لو انا ماذا لو برضو انا قلت له كده، تعالى اهو هقول له my underscore set dot add، حط لي 100. جميل. انزل تحت اقول له برضو my underscore set dot add، حط لي 2. تمام. نضف بس الدنيا دي، شغل الكود كده. ايه اللي حصل؟ 1 2 3 4 5 100، مع ان انا ضايف هنا 2، يعني انا قلت له حط لي 2 تاني، بس برضه اهو تاكيدا للمعلومه ان العناصر ما بتتكررش. العناصر ما بتتكررش. حلو قوي. ماذا لو انا طلبت منك انك تحول لي ليست وترجع لي العناصر بتاعتها من غير ما يكون في قلب الليست دي حاجه متكرره؟ تاني عايزك تحول لي ليست وترجع لي العناصر بتاعتها من غير ما يكون في حاجه متكرره. هعملها ازاي؟ بكل بساطه، انا عندي ليست اهو يا سيدي، ماي، تعالى، عندي ليست اهو ماي اندرسكور ليست. تمام، ثانيه واحده عشان مفيش حاجه زود. ايكوال ليست بتاعتي 1 2 3 4 5 6 150 60 60 50 100 2 3 4 بس. حلو، ماشي. عندي ليست اهو مجموعه من الارقام. انا عايزك بقى ترجع لي الليست دي من غير ما تلاقي، من غير العناصر بتاعتها تكون متكرره. هعملها ازاي؟ بكل بساطه، عندي فانكشن اسمها set. الست دي برضو مالها بيلت ان فانكشن، زي الليست، زي التوبل، فاكر؟ زي السترينج، زي الانتجر لو انت فاكر. يلا بينا اهو هقول له برنت، تمام، برنت، افتح القوس وجواها set، افتح القوسين، حط لي ماي اندرسكور ليست. نظف الدنيا دي، شغل الكود كده بعد اذنك. طبع لي كام؟ 1 2 3 4 5 6 150 60 150 60. ايه اللي حصل هنا؟ مع اني بص ال50 هنا متكرر وال60 متكرر وال100 متكرر، لا، هو عمل ايه؟ اخد الليست وحولها لي لست وشال لي العناصر المتكرره. جميل قوي 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 الكلام ده. طيب يا حسين، امتى بقى الموضوع ده يكون مفيد؟ تخيل معايا كده ان عندك يوزر نيمز كتيره جدا او ايميلات كتيره جدا، وانت بتحاول تجمع الايميلات الموجوده على الموقع بتاعك ده، بس انت مش عايز ايميل واحد يكون متكرر. في اللحظه دي هتعمل ايه؟ هتحول لستة الايميلات اللي عندك دي كلها لست،
واول ما تحولها لست زي ما احنا ما شفنا كده، ايه اللي هيحصل؟ هيمسح لك كل التكرارات اللي انت مش عايزها، اي تكرار انت مش عايزه كل ده هيتمسح. جميل. عندي ايه تاني كمان؟ عندي الست ما اقدرش اوصل للعناصر بتاعتها عن طريق عنوان السكن. تاني، الست ما اقدرش اوصل للعناصر بتاعتها عن طريق عنوان السكن اللي هو مين؟ الاندكس. يعني مثلا اهو لو انا حبيت اوصل لرقم 2 مثلا اهو، اول ما كتبت 2 بص ايرور. تعالى شغل الكود، اعطاني بص ايرور، ان الست ما اقدرش اوصل للعناصر بتاعتها عن طريق مين؟ عن طريق الاندكس، عن طريق العنوان السكن. طب انا عايز اوصل للعناصر، او انا عايز اتاكد ان العنصر ده موجود ولا لا. بكل بساطه اهو هستخدم مين يا معلم؟ هستخدم السؤال. فاكر السؤال كان بيقول ايه؟ السؤال كان بيقول ايه؟ هقول له مثلا انا عايز مثلا 3، هقول له هل 3 موجوده فين؟ in my set. نظف، شغل الكود، قال لي true. وضحت العمليه كده؟ شفت الدنيا سهله ازاي؟ دي الست. بس كده. الفيديو اللي جاي بقى هنتعمق اكتر وهناخد حاجه في الست اصعب، لان الست دي هي اصعب يعني نوع من انواع البيانات اللي موجوده في بايثون بسبب الميثودز بتاعتها، وهنعرف كل ده بالتفصيل الفيديو الجاي. انا حسين الدرملي، ودي برمجه بالبلدي. سلام.